وبعد ما المنتخب المغربي حقق نتيجة إيجابية جدا بالتعادل مع المنتخب الكرواتي بدون أهداف في الجولة الأولى من المجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022، وبكلمة إيجابية أقصد التعامل الجيد جدا من المنظومة الدفاعية ككل لمنتخب أسود الأطلس، اللي منعت الخطورة الحقيقية لمنتخب كرواتيا وصيف النسخة اللي فاتت على مستوى تهديد المرمى رغم الاستحواذ الكبير للمنتخب الكرواتي. لكن بالتعامل الجيد سواء من خلال ثلاثي خط الوسط مرابط او أناحي او سليم املاح، الى جانب طبعا عناصر الدفاع وياسين بونو، اتمنع ظهور خطوره حقيقيه لبريسيتش او لكراماريتش، الاثنين خرجوا من غير تهديد خطير لمرمى ياسين بونو، وتحديدا بريسيتش اللي تم التعامل معاه كويس جدا في اثناء تقدم اشرف حكيمي من خلال مرابط او أناحي اللي كانوا بيقفلوا المنطقه دي، فكانوا بيمنعوا تهديدات المرمى للمنتخب الكرواتي. لكن على الجانب الاخر كان بالامكان افضل مما كان لمنتخب كابتن وليد جراجي. ليه هو؟ لانه ثلاثي خط الوسط كانت امداداته الهجوميه قليله جدا، وكانت الميس باس كتيره، وبالتالي ما ظهرش يوسف النصيري في اوقات كتيره من المباراه. مبروك للمغرب النقطه، قبليهم مبروك لتونس، ومبروك للسعوديه الانتصار. بمناسبه السعوديه ففي المجموعه الخامسه مفاجاه جديده اسيويه كبيرة في البطولة النهاردة، بنفس سيناريو تأخر المنتخب السعودية قدام منتخب الأرجنتين بهدف ثم الفوز في الشوط الثاني بهدفين. عمل كده اليابان قدام حامل اللقب في 4 مرات منتخب ألمانيا. ألمانيا تقدموا بهدف عن طريق جندوجان بعد سيطرة مع أول 5 دقايق كان منتخب اليابان كويس، ثم سيطرة فيما تبقى من الشوط وتقدم بضربة جزاء. نجح منتخب اليابان، وهنا الفضل كله للمدير الفني لمنتخب اليابان مورياسو، اللي نجح انه يعمل تعديلات على مستوى شكل وطريقه اللعب الى جانب العناصر اللي عنصرين منهم كبديلين سجلوا هدف التعادل عن طريق دوان، او البديل الاخر اسانو اللي سجل الهدف الثاني من خرم ابره بسبب استغلالهم لكرات عاليه طوليه، استغلال لسرعات مع بطء نوعا ما للمنتخب الالماني على مستوى عناصر الدفاع، وتاثر واضح من غياب لروا سانيه في الشق الهجومي. جنابري حاول كتير، هافرتز كالعاده مستواه متراجع بشكل كبير جدا. ففوز تاريخي لمنتخب اليابان على المانيا، وتاني مفاجآت بطوله كاس العالم. وهنشوف ايه اللي هيحصل في مجموعه تعقدت كثيرا، لان لسه اسبانيا هتلعب مع كوستاريكا، وهنشوف بقى اسبانيا والمانيا هيعملوا ايه، لان واضح ان حد فيهم ممكن يودعنا بدري بدري. هل هيكون المنتخب الالماني زي ما حصل في النسخه اللي فاتت امام اسيوي اخر هو منتخب كوريا، ولا ايه اللي هيحصل؟